زعيم أحمد عرابي وقف وقال جملته الشهيرة: لقد خلقنا الله أحرارا ولن نورث بعد اليوم. لكن اتغدر بيه واتحكم عليه بالنفي، وسقطت مصر تحت سيطرة الإنجليز. ومن ساعتها بقى الحكم في مصر شكلي، الخديوي مجرد واجهة، لكن القرار الحقيقي كان في إيد المعتمد البريطاني. الاحتلال مش بس كان عسكري، ده كان اقتصادي كمان. سيطروا على قناة السويس واحتكروا التجارة وخدوا خير البلد لنفسهم وسابوا الشعب يعاني. المصريين ما سكتوش من 1919 وثورة سعد زغلول لحد مظاهرات الطلبة في الأربعينيات، والشعب بيقول الإنجليز لازم يمشوا. وجه اليوم اللي قلب الموازين، 23 يوليو سنة 1952 قامت الثورة بقيادة الضباط الأحرار جمال عبد الناصر، محمد نجيب، وأنور السادات. بعد الثورة عبد الناصر بدأ يضغط وبدأ